السلام عليكم ورحمة الله متابعيني الغاليين، اهلا وسهلا بيكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله بقى هنعمل مع بعض احلى صينية كنافة بالمانجا واحلى كاسات كنافة بالمانجا. طبعا ما ينفعش موسم المانجا يعدي كده من غير ما نعمل كنافة بالمانجا، واصناف كتير هنعملها بالمانجا. طبعا الكنافة بالمانجا شيء يعني ما بيختلفش عليه اتنين. الناس كلها بتحبها، ويعني تبقى كده خفيفة وجميلة جدا. شايفين بقى الطبقات باينة وحلوة ازاي؟ هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونقول ازاي هنعمل كنافة بالمانجا تكون يعني حاجة فاخر من الاخر. طبعا المكونات بتاعتنا هي عبارة عن هنجيب نص كيلو من المانجا ونحطه في الفريزر يجمد. اول ما بيجمد بعد كده بنخرجه مثلا بالليل او تاني يوم. نفركه كده لحد ما يبقى ناعم، بنحطه في الفريزر عشان يبقى سهل الفرك يعني. بعد ما بنفرك الكنافة ونخليها ناعمة جدا. ببدأ بقى اعمل ايه؟ اجهز الشربات بتاع الكنافة. انا كده هركن الكنافة على ما اجهز الشربات، علشان انا محتاجة الشربات يكون بارد. فانا هعمله الاول قبل ما ابدأ في عمايل الكنافة. هحط بقى كوبايتين من السكر، عليهم قد ايه مية؟ عليهم كوباية ونص من المية. اجي كده من على حرف الحله او الكسرولة اللي هنشتغل فيها، واعمل علشان السكر الشربات ما يسكرش، اللي هو السيرب يعني، او الشيره ما تسكرش مني. نبدأ بقى نحطها على النار ونعصر عليها نص ليمونة، وأول ما تغلي 5 دقايق نحط الفانيليا ونطفي. طيب الكنافة بقى هحط عليها كوباية من السمنة اللي أنا مسيحة، تكون سمنة بلدي كده ريحتها حلوة. هحط عليها وهركن منها معلقتين من السمنة. هحط بقى الكوباية كده وابدأ افرك الكنافة بالسمنة لحد ما اشربها كل السمنة. تمام. هجهز بقى الصينية اللي انا هعمل فيها الكنافة. مش هاخد الكنافة كلها، هاخد نص الكمية بس. هعمل ديسك كده في الصينية دي انا دهنتها من معلقتين السمنة اللي انا ركنتهم. تمام كده. هبدأ بقى افرد الصينية كويس، افرد الكنافة كويس في الصينية، وابدأ اضغط عليها كده بالمعلقة او بكوباية او باي حاجة. المهم ان انا اخليها مضغوطة كده في بعضها. وبعدين ادخلها الفرن بقى تاخد لون من تحت، وبعدين افتح عليها شوية تاخد لون من فوق. باقي الكنافة بقى هعمل بيها ايه؟ احطها في صينية كده وهحطها على عين البوتاجاز هحمرها. تمام. ابدا بقى احمر الكنافه كده لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل، و اوطي العين علشان هي ممكن تتلسع كده وتتحروق منك بسهوله. ودايما قلبي لحد ما ايه تطلعي اللون المطلوب ما وتحافظي عليها. تمام كده. بعد ما اطلع بقى اللون اللي انا عاوزاه هبدا اجهز بقى ايه. اهو شايفين اللون؟ هو ده اللون المطلوب. هبدأ اجيب الكاسات بتاعتي واحط فيها بقى ايه الكريمة من تحت. اكون عاملة كريم شانتيه، كل كوباية كريمة بودرة كريمة هحط عليها كوباية مية متلجة او كوباية حليب متلج. ولو مش عليها سكر بحط معلقتين سكر، عليها سكر. تمام كده. وبضربها لحد ما تاخد القوام، وابدأ بقى احط في الكاسات واحط عليها الكنافة المتحمرة زي ما انتوا شايفين لونها جميل قوي. هعمل كده طبقة كنافة، طبقة كريمة وطبقة كنافة. تمام. طبعا الشربات انا عملته الاول عشان يهدأ. ليه بقى؟ عشان انا هعمل الكنافة اللي انا هحطها دي لازم اسقيها. احط على كل كاس كده معلقة من الشربات. تمام. بحيث ان هي ما تبقاش الكنافة ناقصة سكر، بس معلقة ما كترش، معلقة بس. تمام. عشان مش عايزاها تطرى، انا عايزاها تبقى فيها القرمشة الهشة الجميلة دي، في نفس الوقت الكريمة مطرية. فانا مش عايزة احط ايه شربات كتير. ارجع تاني احط طبقة من الكريمة وبعدين طبقة من الكنافة. يعني هنعمل كده بالتبادل لحد ما بنحس ان الكاس مش محتاج. اهو زي ما انتوا شايفين كده. واحاول اوزع الكنافة عشان ما تبقاش حتة
او جزء تقيل عن جزء. بعد بقى ما بحط طبقة الكنافة دي، ممكن احط كريمة تاني، وبعد كده احط المانجا، او احط المانجا على طول. طيب المانجا اللي انا هستعملها نوعها ايه؟ اي نوع تقدروا تستعملوه، ولكن النوع اللي يبقى فيه مزازة هيكون افضل للمانجا، للكنافة بالذات، عشان طبعا مسكر مع مسكر هيبقى كتير يعني. فالمانجا اللي هي تنفع تستعمل المانجا الزبدية او الزبدة، والمانجا الصديقة. تمام كده. لكن تقدروا تستخدموا النعوم، السكري، اي حاجة لو انتوا بتحبوا. تمام. طيب هنقطع بقى الكنافة كده المانجا مكعبات، ونبدأ بقى نجهز الكمية اللي هتكفيني للكاسات وللقالب بتاع صينية صينية الكنافة، قالب الكنافة يعني. هجهزها على طبعا ما الكنافة اللي في الفرن تطلع. هخلص تقطيع لازم المانجا تكون يا جماعة جامدة متماسكة، تمام، عشان اقدر اقطعها مكعبات ما تتهريش مني. اقدر بقى اكتفي بكده واحط المانجا على طول، او احط بقى طبقة تاني من الكريمة الاول وبعدين احط المانجا، يعني زي ما تحبوا بتعملوها. طبعا انا هكمل الكمية كلها، ولكن هعمل القالب الاول علشان اللي هيتبقى هحطه على الكاسات. تمام كده. فانا هجهز بقى القالب بتاعي اللي هو قالب الكنافه اللي طلع من الفرن، زي ما انتم شايفين واخد لون جميل ذهبي اهو. هنزل عليه الاول اسقيه بالشربات البارد وهو سخن كده، وبعد كده هبدا احط الكريمه اللي انا عملتها زي ما انتم شايفين. هوزعها بقى على سطح الكنافه كله كده على وشها، افردها. وبعد كده بقى شايفين انا عملت بقى ايه، حسيت ان لسه في كريمه متبقيه، فعملت الكاسات زي ما انتم شايفين، حطيت طبقه تانية من الكريمه وبعدين طبقه المانجا. هبدأ بقى انزل المانجا. طبعا عملت كميه مانجا كويسه علشان تكفي القالب بتاع الكنافه. هوزعه بقى على الوش كده مظبوط علشان يبقى كله متوزع عليه المانجا. وبعد كده بقى هدخلها التلاجة. على في بقى خطوة أخيرة تقدروا تعملوها وتقدروا تستكفوا لحد هنا. الخطوة اللي أنا هعملها دي أنا هعملها عشان إيه؟ هقول لكم هي إيه الأول. الخطوة هحط جيلي، هحط كوباية من المية المغلية عليها باكت من الجيلي، وهقلبها لحد ما ادوبها. واول ما تدوب هحط بقى ايه، كوبايه تانية قد الكوبايه اللي انا حطيتها في الاول المغليه، كوبايه بس ميه بارده، واقلب بقى ايه بقيه الجيلي. تمام كده. يبقى بعد الكوبايه المغليه بحط كوبايه ميه بارده. عايزين تقللوا كميه الميه لو عايزينها طبقه عاليه انتوا حرين، ولكن انا بستعمل الجيلي ليه؟ علشان بس اعمل تماسك لقطعه الكنافه مع المانجا مع الكريمه كده. طبعا انا هصبها على الكنافه بعد ما تبرد، بعد ما الكنافه تبرد والجيلي يبرد. تمام، ما ينفعش احطه سخن. طيب هوزعها بقى. انا مش عايزه طبقه جيلي عاليه، انا عايزه بس مجرد ان انا اعمل تماسك المانجا على تبقى يعني تبقى ماسكه في الكنافه، ما تقعش من على الكنافه. اي حد ياخد القطعه يبقى المانجا يعني متماسكه في قلب الكنافه. تمام كده. هدخلها التلاجة تبرد، وبعد كده بقى اطلعها وهقطعها زي ما انتوا شايفين. بقى دخلتها التلاجة ما شاء الله، مش باين عليها الجيلي، ولكن متماسكة وفي نفس الوقت طرية وحلوة جدا ومقرمشة برضو في نفس الوقت. فكل حاجة بنعملها بالمقدار المناسب. هنقطعها زي ما انتوا شايفين كده، ونبدأ نشيل القطعة ونشوفها قد ايه هتبقى متماسكة. زي ما انتوا شايفين. هسلكها بالراحة كده علشان اهي، شايفين بقى متماسكة وحلوة ازاي.
كل حاجة فيها مظبوطة جدا، السكر مظبوط التماسك بتاعها، كل حاجة ما شاء الله حلوة جدا، زي بتاعة المحلات وأحسن كمان. طبعا أنا كده الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، واستنوني في فيديو جديد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.